بتشوف ناس بتنجح بسرعة بتجيب فلوس بسرعة وانت واقف مستغرب وبتسأل نفسك ازاي؟ علشان اوضح لك الموضوع تعال احكي لك قصة صغيرة وبعد كده هقولك على اخطاء انت بتعملها بتبطئ من نجاحك المادي. زمان كان في شابين اتخرجوا من نفس المدرسة، يعني تقريبا كانوا في نفس المستوى المادي. الاول قدر ان هو يشتغل في شركة واعتمد على مرتبه الشهري، والتاني برضه اشتغل في نفس الشركة بس فتح مشروع بتكلفة بسيطة. وبعد 5 سنين الاول دخله مبقاش يكفي لاخر الشهر ومبقاش حتى قادر ان هو يدفع الفواتير اللي عليه. اما التاني بقى عنده مصدر دخل تاني ليه وبقى قادر ان هو يشتري بيه اي حاجة، وكمان بقى عنده الحرية المالية اللي كلنا تقريبا بندور عليها. اكيد انت دلوقتي بتقول ليه حصل كده، وانا النهارده يا صديقي جاي اقول لك على 3 اخطاء لو بعدت عنهم ممكن تكون مكان الشخص التاني. انا البوصله وجاي اوجهك في طريقك، ويلا بينا. اولا التفكير في الدخل السريع. اكيد جه عليك فتره وكلنا جه علينا الفتره ديت ان احنا بقينا ندخل ونسال ازاي اجيب مليون جنيه في يوم، يعني مش حتى في اسبوع او في شهر، لا في يوم. لكن لو جينا ناخد الموضوع بشكل واقعي اكتر، لان ده مش واقعي خالص، هنلاقي ان الاغنياء مش بيدوروا على الدخل السريع، بل بالعكس دايما هتلاقيهم بيستثمروا وقتهم وفلوسهم في الدخل طويل الامد، زي الاستثمار في العقارات مثلا. فبالله عليك يا صديقي ما تضيعش وقتك ان انت تدور على حاجات تجيب بيها دخل سريع، ودور على حاجات تجيب لك دخل طويل الامد. ثانيا الاعتماد على مصدر دخل واحد. لو فضلت يا صديقي معتمد على شغلك وبس فانت للاسف في خطر. الاغنياء يا صديقي بيحبوا ان هم يبنوا مصادر دخل كتيره ومتنوعه زي المشاريع او الاستثمار، وما بيحبوش ان هم يسيبوا نفسهم للظروف هي اللي تتحكم فيهم. دايما بيحبوا ياخدوا احتياطاتهم، وده عكس النظره اللي احنا واخدينها عن الاغنياء، ان الاغنياء بيحبوا ان هم يخاطروا بفلوسهم. لكن الحقيقه الاغنياء حذرين جدا على فلوسهم. فانت طبيعي دلوقتي سالت انا اعمل ايه؟ فكر في حاجه تجيب لك دخل جانب شغلك حتى لو كانت بسيطه وتكبر مع الوقت، لكن انت هتعرف قيمته في المستقبل. ثالثا تجاهل التعليم المالي. دايما هتلاقي معظم الاغنياء بيبداوا يومهم بالقرايه، وغالبا بتكون كتب عن المال والاستثمار، وكمان ممكن تلاقي معظمهم بياخدوا دورات او كورسات. مش معنى انك غني فما تاخدش كورسات او تقرا كتب، بالعكس انت دايما هتحتاج ان انت تقرا، لان انت بقى عندك مسؤوليه اكبر. فلو انت مفكر ان التعليم بيخلص اول ما تبقى غني فانت غلطان. بالعكس حمل التعليم عندك بيزيد اكتر، لان انت بقى عندك مسؤولية عكس زمان. فلو انت عايز تحقق نفس النجاح فانت لازم تبقى عارف كويس ازاي الفلوس بتشتغل. وان شاء الله الفيديو اللي بعد دوت هتكلم عن الموضوع دوت. ولو عايزني انصحك بكتاب يا صديقي فانا هنصحك بكتاب ريش داد بور داد، يعني الاب الغني والاب الفقير. وطبعا اكيد سمعت عن الكتاب دوت في اي حتة، لانه حقيقي من اشهر الكتب اللي بتتكلم عن الفلوس. ولو عايزين نعمل حلقات بتشرح الكتاب دوت بالتفصيل اكتب لي في التعليقات وقول لي يا صديقي انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين. السؤال تحس ان هو جاي من HR شويه، بس فعلا السؤال دوت طلع مهم جدا وليه فايده. ولو انت معرفتش فايده السؤال دوت لحد دلوقتي فانت ما شفتش الفيديو كويس، وانصحك انك تشوف الفيديو تاني. ولو عايز تسأل عن خدمات التسويق على السوشيال ميديا هسيب لك رابط التواصل في وصف الفيديو. انا البوصله وجاي اوجهك في طريقك.